لو انت ضغطك بعد ما خدت الدواء الحمد لله بقى كويس، اوعى توقف الدواء، اوعى. احنا بندعي ربنا واملنا الوحيد في ربنا عز وجل ان احنا بالدواء وبتنظيم الاكل والشرب وتعديل سلوك الحياه ان الضغط يوصل للمعدل الطبيعي بتاعه. تخيل انت بعد ما عملت كده تروح جاي مره واحده ساحب الدواء، ضغطك هيعلى خالص ويبقى استجابته تاني مره لو جيت تاخد الدواء هتبقى اقل بكتير. طب السؤال امتى اوقف دواء الضغط؟ مفيش بلان معينه ان انا اوقف دواء الضغط الا لو ان انا دلوقتي ضغطي بقى ينزل اقل من الطبيعي. في حاله زي كده مش بوقفه، انا بقلل الجرعه شويه. او لو لا قدر الله الدواء اللي انا خدته كان عندي حساسيه منه او ابتدى يعمل لي مضاعفات. بمعنى انا دلوقتي مريض ما عنديش مشكله خالص وكنت باخد دواء ضغط وضغطي كويس، ابتدت الكلى تتاثر، الدواء اللي كنت باخده ما ينفعش مع الكلى. في حاله زي كده هبدل الدواء بدواء تاني، انما مش هوقف الدواء خالص. انا دلوقتي واحد كان ضغطي عالي خالص وابتديت اخد الدواء وبعد فتره لقيت ان ضغطي بينزل بقى اقل من الطبيعي، 80 50، ضغطي 90 50. في حاله زي كده بنرجع للدكتور وبنقلل الجرعه بتاعت الدواء، انما ما ينفعش ان احنا نوقفه خالص. تخيل انت كابس على الاوعيه الدمويه على قد ما تقدر وفاتحها عشان تقلل، مره واحده تسحب الدواء من الدم، اللي بيحصل ارتفاع شديد مره واحده في الضغط، وبتبقى نتيجه ان الاستجابه بعد كده لما اجي اديله دواء بتبقى قليله جدا. لازم العين يبقى فاهمه ان انت هتوقف الدواء لو حصل لك منه مضاعفات او لو ضغطك نزل عن المعدل الطبيعي هننزل بالجرعه، انما مش هيقف.